تعالوا اوريكم ازاي حولت عيني من عين مبطنه لعين مسحوبه بالشكل ده. اول حاجه استخدمت سوشي جلام عشان ارفع الحواجب بتاعتي وتديني كثافه اكتر للحاجب ويبان شكله عريض بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. بعد كده ببدا املا الفراغات، بس حاجه بسيطه جدا مش هكتر، حاجه بسيطه هير باي هير زي ما انتوا شايفين كده، يا دوبك تكاد لا تذكر. بعد كده جبت كونسيلر عشان ابدا انور تحت الحاجب وابدا ابرز تحت العين كده زي ما انتم شايفين، ابدا ابين الملامح بتاعه الحاجب كويس زي ما انتم شايفين. خدت الابعاد بالشكل ده. بعد كده ببدا انزل لتحت عشان اعمل بيز للاي شادو باللون الابيض بالكونسيلر، عشان اي لون احطه يبقى فاتح بعد كده. وهدمج بالشكل ده بالبيوتي بلندر بقى الخريطه اللي انا عملتها دي. التابنج يكون واحدة واحدة علشان اتأكد ان الكونسيلر كله اتدمج وميبقاش فيه اي حاجة مكلكعة بعدين زي ما شفتوا بالشكل ده. بعد كده هجيب اللون الفاتح ده من باليت بريتي وومن، وهبدأ ادفي لون عيني شوية بالاي شادو عشان ميبقاش ابيض قوي كده، خلي بالكم. اوكي، حاجة خفيفة جدا. شفتوا بدأ اللون يدفى شوية ازاي بدل الابيض ده قوي كده. المرة دي هنبدأ تدرجات البيز الاي شادو بألوان متوفرة في اي باليت هتلاقيها عندك. واحدة واحدة. البلند ده بيبقى عايز الصبر عشان تاخدي افضل تكنيك وافضل فاينل لوك وافضل فينش في الموضوع. بطلع لفوق، بعد كده باخد اللون اللي جنبه الاورنج ده، بس هو تحسيه سيمون شوية بس يعني ما اختلفناش، وهنزل بيه سيكا لتحت وبرضه بموه الاتنين في بعض، بعمل بلند كده بالشكل ده عشان يبقى فيه تداخل وتناغم بين اللونين. ما كانش ينفع ابدا باللون ده الاول، كان هيبقى فيه صدمه للعين، لازم اخدها تدرجات كده. هاخد اللون البني الغامق، اظن باين ان هو هلكان معايا الدرجه دي في الباليت دي بالذات. ولو لاحظتوا ان انا استخدمت الالوان كلها من باليت واحده بس، براتي وومن، اللي هو انت مش محتاجه تستخدمي باليت كتيره علشان تطلعي اللوك حلو او تطلعي اللوك ميك اب عموما. لا، كله عادي تقدري تستخدمي باليت واحده. لازم ادخل اهو الثلاث الوان في بعض كده كويس. شفت كله بسحبه على بره بشكل مسحوب. بعد كده اي شادو اسود من نفس الباليت برضو. ما حبيتش استخدم ايلاينر، حبيت ان هو يكون برضو عشان يبقى مموه اكتر وكله داخل في بعضه. اي شادو اسود وايلاينر الوينج بتاعه مسحوب مش مرفوع لفوق ولا حاجه، وببدا ادخل منه حبه في العين كده وبموهه على خفيف. يعني لما احط خفيف الاول بعد كده اموه يبان معايا الموضوع مندمج بشكل فينش حلو والكواليتي حلوه. خدت بقى من باليت تانية، باليت تكنيك، الدرجه دي عجبتني جدا، على جولد شويه ولون شيمر يكون خفيف كده عشان يدي وسع للعين. هاخد بقى الجلو بتاع الرموش بتاعي وهبدأ ألزق الرموش اللي هي بتبقى نص الرمش بس، اللي هو بيبقى مسحوب من شي ان، عشان يديني وسع للعين وسحبة حلوة جدا للعين. يخرب بيت اللبانة، جزء من شخصيتي او شخصيتي بتتغير لما باكلها عموما. شفتوا حطيت الرمش في النهاية من العين بس، ودي فرصة كويسة جدا ليكوا ان انتوا تشوفوا التكنيك ده. زي ما شفتوا مفيهاش اي صعوبة، يا دوبك انا بمسك حاجة بسيطة جدا، بمسكهم بقى في بعض والمراية قدامي ومفيش اي صعوبة. برجع اقوي بقى الالوان وبحط بقى اي شادو تحت العين باللون البني كده عشان تدي وسع اكتر للعين. وهنور اكتر السحبة باي شادو ابيض كده او بباودر ابيض، ده او ده على حسب اللي متوفر عندك، عشان تبين السحبة بتاعه العين والحدود بالظبط بتاعه العين ما تخشش مع الاي شادو كده، بتخلي المنظر ليفتد اكتر. وهجيب كريم او اي حاجة كونسيلر مثلا او من الكوموفلاج ابيض، وهدخله ككحل ابيض كده جوه العين عشان يدي وسع للعين. وماسكارا من I love extreme بتاعت ايسنس الزرقاء،
واستخدمت الروج ده، حسيته هيليق اكتر على اللوك ميك اب توتوريال ده. بستسهل الحركه دي بصراحه، بحسها بتسهل عليا رسمه الشفايف. وبلاش كتير بقى، يعني ما اعرفش ايه، بحب اكتر بلاش مؤخرا، وحبيت ان استخدم الكونسيلر بالشكل ده، واسيبكم شويه مع الفاينل لوك. ولو عجبكم اللوك ميك اب توتوريال ده وفكره الفيديو دي، ما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتس، احب اعمل لكم افكار جديده زي ايه تاني، ونعمل مع بعض لوكات عن ايه تاني. وبس كده، باي.